بيبدأ الفيلم بطفل بيلعب وسط بيته مع مامته واخته بأمان، وكان بيتخيل انه فارس عظيم وان ده اللي كان بيحلم بيه في المستقبل. وبنعرف ان اسمه بلال، اما اخته كانت بتتريق عليه عشان وقع، فده بيجري وراها ومامتهم مسكتهم هما الاتنين وحضنتهم، وكان موقف في قمة الرومانسية يعني الصراحة، اللي هو انتي حاسة ان ده اخر حضن ولا ايه؟ وفعلا هجم عليهم جيش ضخم، وهي خدت عيالها وجريت على البيت، خبتهم في الدولاب على اساس مش عارفوا يلاقوهم في الدولاب يعني، وقفلت عليهم. واخر حاجه قالتها لبلال يخلي باله من اخته. وبلال بيشوف مامته وهي بتموت قدام عينيه، وانا هنا جسمي اشعر الصراحه. وبيصحى بلال ويبان ان ده كان كابوس بيطارده من اليوميات. بيصحى ويلاقي اخته جنبه وادته درهم. سالها وده اعمل بيه ايه بقى؟ قالت له اديه للالهه يمكن يرضوا عنك وتبطل كوابيس. قال لها سمعيني اسكتك يا اختي، اما الاقي حاجه اكلك الاول. فعلا قال لها اكلك انت الاول احسن. وخرج بلال للسوق، وهنا بنشوف تاجر بيبيع اصنام، والتجاره شطاره طبعا، فبيقول لست وحشه جدا انت مش محتاجه اله للجمال يا ست الكل، لان الجمال كله عندك اصلا، انت محتاجه تخلفي ولد صح؟ خدي الصنم ده هيخليكي تخلفي 3 في ولده واحده. كانه بيوصف دواء في صيدليه مش صنم. وبنشوف الكاهن ده اللي بيتضح انه ساحر، اما بيبص لبلال ويقول له هات الدرهم اللي معاك دوت للاله والكوابيس بتاعتك هتختفي تماما. بس بلال بيبص له وبيعمل نفسه من بينها وبيسيبه ويمشي. وبعدين بيظهر عندنا في المشهد ده شويه معاتيه وهم بيجروا ورا فرخه يمسكوها للسيد بتاعهم، والسيد بتاعهم ده يبقى صفوان بن اميه من اغنى اغنياء قريش، وان اميه ذات نفسه بيملك عدد كبير من العبيد بما فيهم بلال واخته. الحلوف ده، وده اقل ما يقال عنه الصراحه، لانه امرهم بدل ما يمسكوا الفرخه يمسكوا غفيره اخت بلال. عرفتوا بقى انا قلت حلوف ليه؟ مسكوا غفيره فعلا وحطوها على الارض، وقبل ما يرمي صفوان السهم طلع قدامه بلال، والسهم بدل ما يجي في غفيره راح على الحيطه وصدف طيبه قلب الشحط اللي كان ماسكها ده. طبعا صفوان اتعصب وامرهم يمسكوه، وبعد شويه حيكي وميكي وتراك وتراخ جابهم بلال بالنص. وقبل ما بلال يضرب صفوان اخته مسكته، علشان هي عارفه ان هم كده كده مجرد عبيد، وان حركه زي ديت فيها رقبتهم اقل حاجه. قعدت غفيره على الارض واعتذرت لصفوان، وهو قبل اعتذارها علشان محدش يجيب سيره الموضوع كتير يعني. والمشهد ده شافه تاجر من بعيد، هنعرف هيعمل ايه. وعند أمية كان التاجر بيعرض عليه عبد ذكي وبيعرف لغات على أساس إنه هيساعده في التجارة وبلا بلا بلا والكلام دوت. بس أمية بص ليه بزهق وقال له أنا عايز العبد اللي ورا دوت قوي البنية عشان يشتغل ويشيل. ذكي إيه يا ابني اللي أنت عايز ناخده يا ابني؟ الذكي ده هيسأل يا ابني وهيصدعنا يا ابني. طول ما الغباء زاد إحنا الأسياد. وآخر قمة حكم التكاتك يعني. بعدها جه التاجر اللي شاف المدعكة الصبح عشان يبيع خزف للسيد أمية، وطبعا ما توصلش إنه يقول له على اللي حصل الصبح وإن في عبد مرمط بكرامة ابنه الأرض. وطبعا ما ننساش يضيف إن هو كراجل شجاع يعني مسك العبد ده رنه علقة، والغبي خد اللقطة على حساب الولد الغلبان. وفعلا استدعى أمية بلال واداله كلمتين من بتوع انت هتنسى انت مين يالا وهتطول على اسيادك وان انت مجرد عبد والكلام الحقير ده، وامر رجالته انهم يجلدوه. الرجاله دخلوا خدوه ومشيوا بيه وجروه كده وهم جارين وعدوا على الحلوف اللي اسمه صفوان. وبرده ما توصاش ان يديله كلمتين من بتوع ان ابن العبد عبد وابن السيد سيد وسيد يا سيد يا سيد. الرجاله اخدوا بلال ومشيوا، وبعد كده أمية دخل على ابنه ولسه صفوان بيجري عليه ويقول له شكرا يا دادي، قام أمية لف بظهر ايده اداله على وشه زي الخدامين وقال له عرتني يا عيل يا عره، ازاي تسيب عيل زي دوت يعمل فيك كده؟ ولسه صفوان هينهق سكته ابوه قال له شايف بلال مع انه بيتعذب بجد ما بيطلعش صوت، بس انا شكلي ما خلفتش رجاله. ولا يجب ان تبكي انت ايضا. بنشوف بلال بعدها وهو بيداوي نفسه وبيفتكر كلام مامته اما قالت له انك تكون محارب قوي مش كفايه عشان تبقى راجل عظيم، لازم تحرر نفسك من القيود اللي جواك زي الغضب والثأر والايمان بالخرافات والخوف. ما تعرفش ان هيكون عنده قيود جوه وبره، الله يرحمها بقى. بلال بيبص للسما ويقول يعني انا اعمل انا ايه دلوقتي؟ تاني يوم وبلال بياكل الحيوانات سمع صهيل حصان والمعروف عنه انه متمرد ومش بيخلي حد يمتطيه وكده يعني، فبلال تقريبا بيصعب على الحصان فبيخليه يركبه شويه ويوقعه شويه يعني. بنشوف بلال وهو بيكبر ولسه على الحصان والحصان لسه بيوقعه، وصديقه اللي هو بيبقى من الرماه الماهرين وده بيخليه رتبه اعلى ومعاه فلوس اكتر بيقول له انا بستمتع بصراحه كل ما الحصان ده يوقعك انا بتمزج. فبلال بيقول له ما تكبرش الموضوع ده، هما 3 مرات بس. فالحصان بيضربه كده بيقول
ولا اقصد النهارده يعني. وفي وقت تاني بنشوف الناس بتحط فلوسهم في كرش الصنم دوت وسايبين الطفل الجعان بيترجاهم يدوله حاجه عشان ياكلوها ومحدش بيعبره ولا حتى بيتف في وشه. ايه يا جدعان، هو انتوا كفره ولا ايه؟ صحيح انتوا كفره فعلا. الطفل من جوع بيفكر يمد ايده وياخد فلوس من الصنم عشان ياكل، والساحر او العفريت ده ما كانش هيسكت له طبعا. لحقوا بلال قبل ما يعمل كده، واما عرف انه جعان اداله سندوتش من معاه، وده كله كان تحت نظر السيد ابو بكر الصديق. فنده عليه وكان بيختبره وقال له انت بتفضل تجوع نفسك على ان انت تسبب خساره للالهه؟ فبلال قال له انا ما كنتش عايز بس الطفل يتاذى يعني مش اكتر. فرد ابو بكر قال له يعني انت مش بتؤمن بوعد الكهنه؟ هنا بلال اتوتر وافتكر ان هو كاهن وركع على الارض وقال له يا سيدي انا مجرد عبد لا يفقه شيء، يعني من الاخر كده سيبني في حالي. وابو بكر اتقدم منه وقومه وقال له ان هو مش كاهن، وان هو كمان مش بيامن بالكهنه ولا بالالهه بتاعتهم، وان هو بيامن بإله واحد اللي خلق كل الناس أحرار وإن كلنا عبيد لله ومفيش فرق بيننا إلا بالتقوى. بس بلال كان لسه مش مطمن له وحس إن الموضوع يعني كبير عليه وإن الموضوع ده إعجاز علمي إن هو يبقى عبده ويتحرر. فقال له خلي الكلام ده لحد معاه فلوس يشتري اللي أنت عايز تبيعه، وإن الكلام ده مش للعبيد اللي زيه، وإن هو مضطر يمشي دلوقتي عشان السيد بتاعه وما يعملش معاه مشكلة. أبو بكر قال له إن هو مش بيبيع له حاجة وسأله عن اسم السيد بتاعه وعارف إن هو السيد أمية. وبالليل بيبقى سادة قريش متجمعين وكانوا بيتكلموا عن الدين الجديد وان اعداده بتزيد خصوصا الفقراء، وان ده بيشكل خطر كبير على سلطتهم. ما هو لو كل عبد هيقول لك انا حر زيك هنحكم في مين يا رجاله؟ يعني الراجل الغلبان ابو كرش ده هيبيع ويشتري في مين دلوقتي؟ وبيقرروا انهم هيعذبوا الناس اللي ارتدوا عن الكفر. مش فاهمه ايه الجمله دي اصلا. وبالنسبه لسيره العبيد وكده، فأمية بيفتكر ان عنده عبد اسمه بلال وصوته حلو فبيقول له يغني لهم، فبيضطر بلال ان هو يسمع كلام السيد بتاعه ويغني. وبعد ما بيخلص غنى وكان صوته بيبقى حلو جدا الصراحه، الكل بيسقف وهو بيضحك عليه. مش فاهمه ايه التنمر ده، ما كان صوته حلو. بلال بعدها بيمشي ونفسه مكسوره وكانت ملامح وشه بتقول ان في حاجه هتتغير. وبعدين بنشوف فارس قوي وهو راكب الحصان بمهاره، وبنكون لسه مش عارفين مين هو الفارس ده. وفي ساحة قريش كان العبيد والفقراء بيشتغلوا، ودخل عليهم واحد من سادة قريش قال لهم بقالكم قد كده بتاكلوا وتشربوا من الأكل والمية اللي الآلهة بتاعتنا بيقدموها ليكم، وفي الآخر بتكفروا وتدخلوا الإسلام؟ ودي جملة تانية خزعبلية فعدوها لي بقى عشان هنشوف من ده كتير. وبدأ يضرب في العبيد دول، وكان منهم صهيب الرومي وكان صديق بلال. بلال دخل عشان يدافع عنه فاتضرب معاهم، ولسه الجندي هيرفع ايده ويضرب الست الغلبانة دي، فجأة دخل الفارس اللي شفناه من شوية ولحقه قبل ما يعمل لها أي حاجة وشاط فيهم كلهم. وبنكتشف إن الفارس ده هو السيد حمزة بن عبد المطلب، واللي معروف بقوته وشجاعته، حتى إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لقبه بأسد الله. نرجع للقصة بتاعتنا. وقف وسطهم حمزة والكل كان خايف يقرب منه من قوته. قام أبا الحكم من على الأرض وتقدم منه، كان لسه فاكر إن هو لسه كافر زيهم، وقال له بص الكفرة اللي خرجوا على عبادة الآلهة بتاعتنا ودخلوا الإسلام، وقلت لكم تعودوا على كده. لسه بيكمل جملته، حمزة لف بظهر ايده واداله على وشه وقعه على الارض، وقال له ان انت بتتكلم عليهم دول انا دلوقتي منهم، واللي هيقرب لحد فيهم يقابلني انا الاول. وقال لهم عار عليكم، من امتى الميه دي كانت بتاعت حد؟ احنا اتولدنا وهي موجوده للكل. هنا بلال واصدقائه اتبسطوا لما عرفوا ان في حد بقوه حمزه وشجاعته في دين الاسلام وانه كمان بيدافع عنهم. كمل السيد حمزة وهو بيقول لهم بعد اللي حصل دلوقتي ده انتوا اتكشفتوا على حقيقتكم، ويا اما تقتلوني دلوقتي يا اما تغوروا من وشي. هم قالوا لا الطيب احسن وخدوا بعضهم ويا فكيك. بعد كده بنشوف بلال وهو بيروح للمكان اللي بيتعبد فيه السيد ابو بكر الصديق عشان يعرف اكتر عن الاسلام، وقال له ان دي اول مره حد يعامله بطريقه كويسه، وانه لو عايز حاجه في المقابل فانسى انا معيش حاجه. ورد عليه ابو بكر الصديق وقال له انه بس بيقتدي برسول الله، وان دي المعامله اللي بيتعامل بيها سيدنا محمد مع الناس كلها، وان انت في يوم من الايام هتكون زينا وتكون مصدر الهام للاخرين. فبلال ساله ازاي، وقعدوا يتكلموا ويتناقشوا، وبنشوف بعدها كان بيحكي اللي حصل لاخته وفيرة، وكان في حد بيتصنت عليهم وسمع هم قالوا ايه. وعند أمية أبا الحكم كان بيكلموا عن الأصنام ما بقتش تكسب زي الأول، وطول ما المسلمين بيزيدوا إحنا كده هنفلس. أمية بيقول له إنه مفيش خوف منهم وكبيروا، يعني هنتجمع مع كبار التجار ونرميهم بره. فين أبو بكر؟ فقال له أسلم. قال له فين حمزة؟ قال له ده كمان أسلم. وسألوا عن كذا حد كمان ولقاهم أسلموا. ففكرني ساعتها بالأغنية بتاعت
اسفه. اتعصب أمية جدا لما حس بالخطر، ومش بس الفقراء هم اللي بقى يدخلوا الاسلام، لا كبار التجار كمان بقوا يدخلوا في الاسلام. وكان بيزعق كده، فالحلوف ابنه اللي اسمه صفوان، فاكرينه؟ ايوه هو ده. اتضح انه من ساعتها هو خاطب بلال في دماغه، وهو اللي كان باعت الواد يراقبه. فقال له طب شوف الخاين بقى اللي في بيتك الاول، اهو زي ما ضحك الناس عليا زمان هيضحكهم عليك دلوقتي. فأمية قال له هو ده بجد يا بلال؟ انت دافع عن نفسك. بلال ما بيعرفش يحافظ على صمته اكتر من كده، وما بينفيش انه بقى مسلم فعلا. بيسيب الصينيه من ايده وبيقول له ان احنا اتولدنا كلنا متساويين، بنتنفس نفس الهواء وننزف نفس الدم وبنموت زي بعض وبندفن تحت نفس الارض، واننا من الاخر كده كلنا ولاد 9 يعني، وانا مؤمن اني حر زيك. بينادي أمية على الحراس وبياخدوا بلال، واخته بتقع منهاره من العياط، وهو بيفتكر كلام مامته اللي ما كانش فاهمه ساعتها، واللي هو عشان تكون راجل عظيم لازم تتحرر من القيود اللي جواك الاول. وهو دلوقتي فعلا عمل كده.